عبد الرحمن ابني اتعرض للضرب. واحد من اصحابه، مش اصحابه يعني، من الفصل وكده، غلط فيه، فعبد الرحمن راح رادد الشتيمة. فراح الولد عشان هو طبعا اكبر منه في الجسم وكده، اقوى منه يعني، راح ماسكه وماسك راسه وخابطها في ركبته وموقعه على الارض وضل يضربه زي ما بيحصل في الافلام، وقعد يضربه برجله يعني، بالشلاليت في بطنه وكده يعني. المهم عبد الرحمن ابني لقيناه بيتصل امبارح من الريسبشن وبيقول له بابا تعالى خدني انا اتضربت. طبعا عبد الرحمن ابني نفسه عزيز عليه جدا ان هو يتضرب ويتضرب ظلم وما يعرفش ياخد حقه. دي حاجه يعني بتحز في نفسه قوي اكتر من الضرب نفسه يعني. المهم الولد من شده الضرب وكده جاله صداع وقلنا احنا هيتحسن وكده، بس صحي الصبح برضو عنده صداع جامد، فاحنا جينا هنا على المستشفى ومستنيين نكشف عليه ونشوف ايه الوضع. والواحد مش عارف يعني يعمل ايه او يتصرف ازاي صراحة، يعني ازاي الواحد يتعامل مع المواقف اللي زي دي، غير ان احنا نبعت ايميل او كده. وبعدين يعني واحد يعني مستقوي نفسه على العيال الصغيرة مثلا، يعني الواحد يتصرف معهم ازاي انا معرفش صراحة. بس هو انا يعني قعدت اطمن عبد الرحمن اقول له يعني انك تدخل في مشكله ويحصل مشكله دي حاجه فيها بينفيت من ناحيه تانية، ان انت بتتعلم ازاي تتعامل مع الناس ان فيوتشر يعني وكده. وقلت له بعد كده يا عبد الرحمن حتى لو اقوى منك يا عبد الرحمن مش تقعد تعيط يعني اقعد صوت زعق، نادي على حد يجي يشوفكوا كده. هو كان ضربه في نهايه اليوم، كان عنده PE وكان دي اخر حصه في اليوم الدراسي، وحصلت مشكله بقى، فالحمد لله الحمد لله.